هل حسيت في يوم إنك كنت في كامل طاقتك وحيويتك ونشاطك، لكن لما قابلت شخص معين وقعدت اتكلمت معاه شوية لقيت نفسك متوتر وقلقان وبقيت مليان طاقة سلبية؟ الأشخاص دول هم موضوعنا النهاردة، وهم الأشخاص مصاصين الطاقة أو مصاصين الدماء النفسية، وهم الناس اللي بتسرق منك طاقتك اللي بتبقى إيجابية وفيها حيوية وتديلك مكانها طاقة سلبية. الناس دي للأسف ممكن تكون حواليك في كل مكان، في بيتك، في شغلك، في أصحابك. حتى عم محمد بتاع الخضار اللي بتقابله كل ما بتمشي في الشارع ممكن يكون من الناس دي. مصاصين الطاقة أو مصاصين الدماء النفسية هي الناس اللي بيتغذوا على طاقة الناس اللي حواليهم. يعني تلاحظ إنك شخص حالم وطموح لدرجة كبيرة وإيجابي في الحياة، ودايما شايف إن المستقبل واللي جاي هيبقى جميل، وبتشتغل وبتجتهد على نفسك، لكن لما بتقابلهم في البيت أو بره البيت يبدأوا يقللوا منك ومن مجهودك ويستخفوا دايما بقدراتك ويحاولوا يفهموك إن العالم مليان سواد ومفيش حد بينجح غير اللي عنده واسطة أو الظهر لعب معاه وحظه بقى في الجون. الناس دي بمجرد ما بتسمع كلامهم أو بتشوفهم بيجيلك إحساس بالخوف منهم وأحيانا بالاكتئاب والقلق والتوتر، لأنك متأكد إنهم هيحبطوك ويقللوا منك. مصاصين الطاقة دول أحيانا ما بيكونوش ناس سيئين، في منهم بسبب عاداته وتقاليده وحياته الشاقة اللي اتربى عليها دايما معتقد إن العالم الخارجي سيء جدا، ولا في أمل للنجاح ولا في أمل إنك تحقق حاجة أصلا. علشان كده بيخرج طاقته السلبية وبيمتص طاقتك وحيويتك ويسيبك كده مع نفسك مع أفكارك السودة اللي اداهالك. وفي منهم اللي بيبقوا فعلا سيئين، ما بيتمنوش الخير ليك وبيحاولوا دايما إن هما يأذوك بأفكارهم ويستفزوا طاقتك ويحرضوك على العصبية والقلق علشان بس يعقروا مزاجك ويشتتوا أفكارك. ودول بيبقى شغلتهم الأساسية إنهم ينتقدوك دايما ويمتصوا طاقتك الإيجابية قدر الإمكان. طب إزاي أعرف إن الناس دول مصاصين للطاقة وإيه العلامات أو الوصف اللي أعرفهم بيها؟ هقولك. تقدر تكتشف أي شخص حواليك إذا كان سلبي أو إيجابي أو يحاول استفزازك وامتصاص طاقتك من خلال علامات معينة ممكن تلاحظها. زي مثلا الشخص اللي تشوفه ولو من مسافة بعيدة وتحس إن قلبك بيدق بسرعة وحسيت إنك متضايق وبتحاول تتجنبه بكل الطرق. أو لما تكون قاعد مع شخص ويبدأ يستفزك بأسئلة مثلا تزعجك ودايما بيبقى قاصد إنه ضايقك بشكل مستمر. أو الشخص اللي كل ما تشوفه يحاول يحكي لك قصة حياته والمواقف السلبية والبلاوي اللي حصلت معاه في حياته لحد ما يحصل لك حالة من الرعب والقلق والإحباط جواك. كمان الشخص اللي بتلاقيه بيسخر من كلامك عن النجاح وعن حياتك الشخصية. كمان الشخص اللي لما تقابله بتحس إنك مرتبك وحاسس بالخوف والضعف، وإنك تحس إنك بتفقد حيويتك اللي كنت حاسس بيها قبل ما تتكلم معاه، وتلاقيه بيقولك يا عم خليك واقعي، الدنيا والبلد دي مفيهاش مجال للعيشة أصلا. وبعد ما يخلص كلامه معاك تحس إنك مكتئب برضه كاره الدنيا باللي فيها، وإنك عاوز تروح تقعد لوحدك في أي مكان تاخد استراحة وتعيد أفكارك اللي بوظها من تاني. وفي بعض الأحيان بيحسسك إنك مذنب تجاهه علشان تبقى متعاطف معاه واللي حواليك يكونوا كمان متعاطفين معاه، ودايما تلاقيه بيلعب دور الضحية والمظلوم في كل حكاية من حكاياته. الأشخاص دول بيحاولوا يظهروا بأنهم مثاليين ورأيهم دايما الصح، وإن آرائك أنت دي ملهاش أي معنى، فيبدأوا دايما في انتقاداتهم اللي كتير ممكن تكون فظيعة وقاسية. طب إزاي تتعامل مع الناس اللي زي دي؟ هقولك. زي ما قلنا في البداية إن الأشخاص المصاصين للطاقة دول ممكن يكونوا في بيتك أو شغلك أو أي حد مقرب منك، فمش هينفع تتجنبه دايما أو تبعد عنه بشكل كامل، لكن تقدر تتعامل معاه بسلاسة وعقل منفتح بطريقة ما تأثرش على صحتك النفسية ومزاجك. زي مثلا لما حد فيهم يجي يتكلم معاك اعرض عليهم مساعدتك وابتسم ليهم. الخطوة دي ممكن تكون غريبة شوية، لكن الأشخاص دول بيحبوا منظر اليأس والعصبية والتوتر اللي بيظهر في عينيك لما بتتكلم معاهم. لذلك فاجئهم المرة دي لو قابلتهم بالصدفة، وحاول إنك تضحك معاهم طول فترة كلامهم معاك وتوافق على كلامهم، يعني من الآخر تسايرهم، تاخدهم على قد فهمهم للحياة، فهيحسوا إنك منفتح ليهم ومتقبل آرائهم بترحاب كده من غير ما تخاف أو تقلق من سلبيته. وهيوصل لهم إحساس ساعتها بالعصبية وهيتجنبوا الحوار معك إذا استمريت على الحالة دي.
حاول تتمالك نفسك وتقول آرائك ببرود أعصاب وانت مبتسم، وتتمسك بالآراء بتاعتك دي وتحاول تساعدهم من غير ما تغير آرائهم السلبية عن الحياة. طب في حد ممكن يقول لي ما تحاول تغير فكرتهم عن الحياة؟ هقولك ما أنا لسه قايلك إن الناس دي شايفين إن آرائهم بس هي اللي صح، ومهما قلت مش هيقتنعوا بكلامك. واللي هقوله دلوقتي هو يمكن الأهم من كل اللي فات، اللي هو التأكيدات الإيجابية بشكل يومي. يعني إيه؟ يعني الصحة النفسية من أهم الحاجات اللي لازم تقويها بشكل يومي. فلو أنت كنت من الناس الطموحة دايما وعندها شغف بأهدافها، لازم تكون عارف إن الحياة مش وردية على طول، وإنك هتقابل كتير من الناس سواء كانوا إيجابيين أو سلبيين. لكن في حاجة مهمة جدا، إن محافظتك على ثقتك بنفسك وبأفكارك هو ده اللي هيخليك تحس بالراحة لما تقابل الناس اللي زي دي. ودايما قول لنفسك انك شخص ناجح وطموح وإيجابي، وانك هتوصل لأحلامك وتحققها قدر المستطاع، وانك مش هتدي فرصة لأي حد حواليك انه يحطمك او يقلل ثقتك في نفسك. ساعتها عقلك ده هيستوعب العبارات اللي بتقولها لنفسك ويرسخها جواه، ويزيد من معنوياتك وطاقتك لما تتعامل مع الناس السلبية اللي زي دي من غير حتى ما انت تحس بكل اللي انا بقوله ده هيحصل اوتوماتيك. يعني حاول تركز على نفسك وما تفكرش في الناس اللي حواليك، وكل يوم اصحى الصبح وقول لنفسك ايه الحاجات المهمة اللي وراك، واكتب اهدافك حتى لو كانت بسيطة، بس ده بيرتب يومك وبيخليك تنجز وتسعى في تحقيق اللي انت عاوزه برضو حتى لو كانت بسيطة. واهتم بتغذيتك ونومك ونفسيتك وضحكك، وخليك حريص على وجود الأشخاص الإيجابيين حواليك. طب ليه بقولك الكلام ده وإيه علاقته باللي أنا بقوله في أول الكلام؟ لأن ده هيحسسك إنك قوي بنفسك، عندك حصانة بالأفكار والإحساس الإيجابي ده، ومفيش أي حد هيقدر يسيطر عليك بكلامهم مهما قالوا لك، ويترددوا كتير جدا إنهم يتعاملوا معاك لأنك شخص مش ضعيف. لأن الأشخاص دي بيحبوا يتعاملوا مع الشخص الضعيف اللي بيتأثر بكلامهم وبينكسر منها، لكن الشخص الواثق في نفسه هو اللي بيكسر مبادئهم وكلامهم السلبي لما يلاقوك مهتم بنفسك بس. خليني أقولك إنك لو أكتر واحد في الكوكب طموح وعندك طاقة إيجابية عالية، هتمر عليك لحظات هتحس فيها بالقلق والغضب، وده شيء طبيعي جدا، وهتحس أوقات إنك مكتئب، وده أمر برضو عادي جدا بيحصل لكل إنسان. فحاول تجدد طاقتك على قد ما تقدر بشكل يومي، إنك تمارس رياضة بتحبها أو هواية أنت بتحبها وشغوف بيها، أو إنك تنزل تتمشى في أي مكان هادي. اعمل أي حاجة أنت شايف إنك بتحبها ومستمتع بيها. الخطوة اللي جاية أنا عارفة إنها صعبة شوية لكتير من الناس، لكنها فعلا مهمة في بعض الأحيان، وهي خطوة قطع الصلة أو إنهاء العلاقات. ليه بقول إنها صعبة؟ لأن الأشخاص المصاصين للطاقة ممكن يكون فيهم حد قريب منك لدرجة كبيرة جدا، لكن لازم أقول النصيحة دي لأن راحتك النفسية أهم من كل البشر الموجودين حواليك، ومفيش أي إنسان له الحق إنه يستنزف طاقتك ويقلل منك ومن أحلامك أو من أهدافك أو من أي حاجة أنت شايف إنك مقتنع بيها وبتعملها وحابب إنك تعملها. علشان كده لو حسيت إنك مش قادر تواجه الأشخاص دي، أو إنك مش عارف تتعامل معاهم وتقنعهم بآرائك وأحلامك وكل حاجة، وإن شخصيتك كمان أنت اتغيرت وبقيت شخص مكتئب على طول ومنعزل بسببهم، فالحل الوحيد هو قطع الصلة بيهم والبعد عنهم، وتجدد حياتك وطاقتك بأشخاص إيجابيين وطموحين مؤمنين بقدراتك وواثقين في خطواتك.